انا مع مشروع قناه السويس لاني شايف فيه ان شاء الله خير كتير جاي لمصر. مؤيده جدا لمشروع ترميم قناه السويس تاني. انا موافق على المشروع لانه بيدي اضافه جديده لقناه السويس بتاعتنا، بيوفر فرص عمل كتير جدا. انا رايي مفيش مشروع اصلا، مش عارفين خطه ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه بتبلح. هو انا معاه ماشي مع المشروع وماشي بس يا رب يشتغل بسرعه عشان الحاجه في مصر بتشتغل بعد 200 سنه. مشروع قناه السويس بيمثل لي بالظبط كاني بشتري سمك في ميه. معرفش عنه اي حاجه ومعرفش هو هينجح ولا لا. احنا المفروض ناخد شيء ايجابي معين، يعني احنا اصلا بنتعلق زي ما بيقولوا بنتعلق باشياء، يعني احنا عايزين اي حاجه تفيد البلد باي طريقه، فلو هو مشروع فيه نسبه 1% افاده للبلد احنا موافقين ومعاه. باختصار دايما اي مشروع هيؤدي في يوم من الايام الى جذب او الى اقامه مشروعات تعمل جذب للاستثمار الاجنبي المباشر عندي في بلدي، شيء طبيعي لابد ان احنا نشجعها. احنا دلوقتي بقينا يعني متقسمين، مش عارفين مين الصح مين الغلط، اللي بيتعمل ده صح ولا غلط، بس المفروض ان احنا نبقى ايد واحده. لا انا مع مشروع قناه السويس لو حقيقي، سيبك انت، لو حقيقي مشروع قناه السويس هيكسب ده ايا كان بقى. لو انا مثلا مش مصدقه ان ده ممكن يفيد، ممكن اسال بقى واجرب، مش احكم وخلاص، عشان دلوقتي احنا بقينا نحكم من غير اي دلائل او اي حاجه. أنا مع المشروع وشاركت في الاستثمار بيه. اشتريت طبعا الأسهم بتاعت الطلاب وبرضه اخواتي كذلك ووالدي ووالدتي. لا أنا ما بشتريش. احنا مش معانا فلوس نشتري والكلام ده، احنا بناخد مصروف بالعافية. هو أنا لسه ما دخلتش في موضوع شهادة الاستثمار دلوقتي لأن أنا ما قريتش عنه كويس، فلما أقرا عنه كويس فهبتدي أشارك فيه. أنا أبويا اشترى الاستثمار ديت، ويعني من رأيي اللي هي هتفيد البلد جامد. دفعنا فلوس الحمد لله ويعني وشاركنا فيه، بس مش منتظرين مقابل، وإن شاء الله بإذن الله هينفع وبلدنا هتتقدم بإذن الله. ادخل الكشك ده وخلي الناس كلها تسمعك انت وافكارك زين. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. نفسي قوي اعمل زي مدرسه تاهيليه كده للاطفال اللي بيبقى عندهم اعاقه عقليه يعني. نغني ما غنيش ليه؟ تغني ايه؟ يلا قولي بقى. مالك كده؟ مين طلع لك؟ شغل معنا قناه للكلمه ونرقص كده نتدلع. لا هو انا نفسي ابقى رائد اعمال كبير جدا، يعني بيزنس مان كبير جدا. يمكن بابا؟ لا. يمكن ماما؟ لا. امال مين؟ ربي العالمين. شطوره. احلى حاجه في الدنيا الواحد يبقى في مكان لوحده كده ويبتدي يتكلم عن نفسه. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله، حاجه جديده، حاجه تحفه. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. وعايز زمايلي اللي في المدرسه كده يهدوا ويشوفوا نفسهم وكده. على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.